أختنا أم سمرة أيضا سألت عن تقول بعد الإشراق تصلي ركعتين ثم تصلي ركعات ما شاء الله، وقت طويل، هل تزيد في نعم، الصلاة؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنها ومن سائر إخواننا المسلمين. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، بعض الناس يظن أن بينهما فرقا. صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، أي قبيل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة. نعم. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وهو صلاة الضحى هي صلاة الإشراق. ونحن نعرف الحديث الوارد أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل، يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سنة الضحى أحاديث كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس، يعني كل عظم أو كل مفصل في الإنسان، وهي كما ورد في الحديث الآخر 360 مفصلا، وهذا من المعجزات النبوية التي لم تعرف إلا في عصرنا الحاضر. ما شاء الله. يحدثني فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، وهو من المعنيين بالإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، يقول: كنت مرة في زيارة لأحد أكبر أساتذة المفاصل في العالم، وأخبرت أنه فعلا قرر هذه الحقيقة العلمية بعد بحث طويل، وأن مفاصل الإنسان، المفاصل الموجودة في جسم الإنسان هي 360 مفصلا. فقلت هذه فرصة، فجئت إليه وسألته، قلت: هل هذا بلغني عنك هذا؟ قال: نعم. قلت: هل هذا شيء مؤكد أم لا يزال شيئا نظريا قابلا يعني البحث وإعادة النظر؟ قال: بل هذه حقيقة قطعية لا شك فيها، ولم نعرف هذا إلا في هذه السنوات المتأخرة بعد التطور الأشعة. فقلت: يا أخي، يعني بعبارة الشيخ عبد الله ولغته وموفق مسدد جزاه الله خيرا، يعني ما تعتقد أنها يمكن 366 ولا 364 تزيد مفصلا؟ قال: مستحيل، 365 مفصلا لا يمكن أن تزيد ولا أن تنقص. قلت: هل يعني تصدق لو قلت لك أننا نحن نعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ قال: مستحيل، مستحيل، لا يمكن أن يعرف هذا. قلت: هذا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن في كل ابن آدم لديه 365 مفصلا. سبحان الله. يقول: فلما قرأت عليه الحديث وترجمته وترجم له ما كان منه إلا أن أعلن إسلامه، وقال: هذه حقيقة لا يمكن أن يعلم أن تأتي للبشر إلا عن طريق الوحي، وهذا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال: كل يوم يصبح فيه العباد تصلح بين أو تعدل بين اثنين لك صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وتفرغ من دلوك إلى دلو أخيك صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر يا أخي، يعني لكن تؤدي شكر هذه 365 مفصل بركعتين تركعهما من الضحى. لكن هي سألت أنها ممكن تزيد عن الأربع نعم. ركعات. سؤال الأخت الآن تقول: أنا أصلي 4 ركعات ولله الحمد، وهذا خير. هل يمكن تزيد عليها 4 8 فهل أصلي مثلا بعدما يعني ترمض الفصال كما ورد في الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حينما يشتد حر الشمس، يعني عندما ينتصف النهار ما بين الفجر والظهر، هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى. ولو صلاها الإنسان بعد الإشراق وارتفاع الشمس قدر الرمح فهذا أيضا من بداية وقت صلاة الضحى. إذا أراد الإنسان أن يفرقها، مثلا بعد الإشراق يصلي 2 أو 4 ركعات أو 6 ركعات حسب ما يتيسر له، ثم نشط وأحب أن يصلي بعد ذلك، له أن يصلي ما شاء، ولو يصلي 100 ركعة، لأن هذا ليس من أوقات النهي ولله الحمد. وقت النهي هو ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح كما نعلم، وأما ما بين ارتفاعها قدر الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال بربع ساعة، كل هذا وقت للصلاة المطلقة ووقت صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صلاة الضحى أنه صلاها 2، وثبت أنه صلاها 4 و6، وصلاها في عام الفتح لما فتحت مكة 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. فالذي تفعله الأخت يعني ما شاء الله هو خير، ويعني على قدر نشاطها تصلي.